في أوضة ضلمة كان عاصي قاعد على السرير وهو بيفتكر كل ذكرياته الأليمة. سمع عاصي صوت خبط على الباب، فقال عاصي بعصبية: ابعدوا عني، هو أنا مش قلتلكم مش عايز حد يخبط عليا؟ امشوا كلكم. فتحت ليلى الباب وفتحت النور وبصت على عاصي بحزن، اللي مش حاسس بالنور بسبب إنه فاقد بصره. عاصي اتكلم بعصبية: مين اللي دخل؟ انطقوا، قولوا مين اللي دخل. هو انتم مفكرين إن عشان أنا أعمى مش هحس كمان ولا إيه؟ بدأت ليلى ريها بارتباك وقالت: ده أنا يا عاصي، قصدي ده أنا يا أستاذ عاصي. قام عاصي من مكانه، تتبع الصوت، مرة واحدة مسكها من دراعها بعنف وقال بحدة: انتي مين؟ ده مش صوت الخدم اللي عندي، ازاي يسمحولك تدخلي هنا؟ أنا أبقى ليلى الخدامة الشخصية اللي هتاخد بالها من حضرتك بعد كده؟ مامتك هي اللي بعتني ليك. يسرية هانم بذات نفسها هي اللي بعتاكي ليا. غريبة إنها اتنزلت وعملت حاجة لمصلحتي لأول مرة. اطلعي بره وخدي الباب في إيدك، امشي من هنا، وقولي ليسرية هانم إني مش عايز حاجة منها، مش عايز حاجة غير إنها تخليها في نفسها وبس. أسفة يا أستاذ عاصي، بس أنا مش هخرج من البيت ده، أنا جاي هنا عشان أساعدك ومش همشي من هنا غير لما أعمل ده. اتعصب عاصي، مسك وشها بحدة، بس استغرب لما حس بقماشي على وشها. إيه ده؟ إيه اللي على وشك ده؟ استوعب عاصي إنها لابسة نقاب، فبعد عنها بسرعة. هو أنتي منتقبة؟ مش مهم، كده مش هتفرق، اطلعي بره واوعي تتحديني يا ليلى، طالما أنا قلتلك تطلعي بره يبقى تطلعي بره. بعدت ليلى عنه وقالت وهي خايفة من رد فعله: أسفة يا أستاذ عاصي، بس أنا برضه مش همشي من هنا، أنا أروح أجهز الفطار عشان تاخد الدواء، عن إذنك. لفت وكانت لسه هتمشي بس اتخضت لما سمعت صوت حاجة بتقع على الأرض. بصت وراها بخضة، لقيت عاصي رمى فازة على الأرض. كان لسه عاصي هيقرب منها، بس هي صرخت وقالت له: لا استنى، ما تقربش، انت كده هتدوس على الإزاز المكسور، أنا حالا هجيب مقشة واشيلهم بعد إذنك. خرجت ليلى قبل ما تسمع رده، هو كان على آخره منها. جت ليلى بعد شوية ووطت على الأرض وابتدت تلمهم. أنا شلت كل الإزاز خلاص، تقدر تتحرك براحتك في الأوضة يا عاصي بيه. أول ما ليلى قالت كده اتخضت بسبب إنه قرب منها بسرعة، لوى دراعها ورا ظهرها. انت بتعمل ايه يا عاصي بيه؟ سيب دراعي، انت بتوجعني. انت عايزة ايه؟ انت مش راضية تسيب الفيلا ليه؟ انت مين اللي وراكي؟ ما حدش ورايا والله ما حد ورايا، سيب دراعي بقى. ضغط عاصي على دراعها أكتر. صدقيني انت لو ما مشيتيش من هنا أنا هوريكي أسود أيام حياتك، لمصلحتك غوري من هنا، واوعي تفكري إن عشان أنا أعمى مش هعرف أعمل معاكي حاجة. ليلى بدموع من كتر الوجع: برضه أنا مش همشي من هنا، مش همشي يا عاصي بيه. اتصدم عاصي منها ومن ردها، زقها عاصي جامد لدرجة إنها وقعت على الأرض. اطلعي بره. قامت ليلى من على الأرض، جرت على بره بسرعة، حطت ليلى إيدها على قلبها اللي بيدق بسرعة من كتر الخوف. برضه مش هسيبك وامشي يا عاصي، عمري ما هعملها تاني، عمري. اتنهدت ليلى بحزن بسبب إن عاصي معرفهاش ولا عارف يميز صوتها. دخلت ليلى المطبخ، ابتدت تعمله الفطار. دخلت خدامة عليها وقالت: انت بتعملي ايه يا بت انت هنا؟ اولا انا ما اسميش بت، انا اسمي ليلى. ثانيا انت شايفاني بعمل ايه؟ انا بعمل الفطار العاصي بيه. لا، الفطار يا حبيبتي انا اللي بعمله بنفسي وانا اللي بدخله له بنفسي. لا يا حبيبتي، ده كان زمان قبل ما انا اجي، انا دلوقتي الخدامة الشخصية بتاعته، يعني انا اللي هعمل له كل حاجة بعد كده. انا قلت انا اللي هعمل له الفطار يبقى انا اللي هعمل له، هو انت مش بتفهمي ولا ايه؟ زعقت ليلى فيها والكلام ما بينهم احتد. فجت رئيسة الخدم: ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ هو انتوا مفكرين نفسكم فين عشان تتخانقوا بالمنظر ده؟ احضرينا يا استاذه عفاف، البت دي مش عايزاني اعمل شغلي وبتعطلني عنه، انا اللي بعمل فطار عاصي بيه كل يوم زي ما حضرتك عارفه، وهي مش عايزاني اعمله. استاذه عفاف، انا المساعده الشخصيه ليه زي ما حضرتك عارفه، والمفروض أنا اللي أعمل كل حاجة تخصه بما فيهم الفطار، مش كده برضو؟ أيوة كده، من هنا ورايح هي منى هي اللي هتعمل لعاصي كل حاجة. اتصدمت منى: بس يا أستاذة عفاف من غير بس، اللي أقول عليه يتسمع، روحي يلا الجنينة عشان في حاجات كتير محتاجة تتنضف هناك. بصت منى على ليلى بغل وراحت على الجنينة وهي مش طايقة نفسها. يلا يا بنتي شوفي شغلك
وبعد كده أي مشكلة تحصل بينك وبين أي حد هنا تجيلي على طول. إحنا مش في حضانة عشان تعلوا صوتكم على بعض بالطريقة دي، مفهوم؟ هزت ليلى راسها وابتدت تعمل الفطار وتبدع فيه. خبطت ليلى على باب الأوضة ودخلت. عاصي بيه، الفطار جاهز، يلا لازم تفطر عشان تاخد الدواء. مش عايز آكل، اطلعي برا. مفيش حاجة اسمها كده. أستاذ عاصي، الفطار مهم ليك عشان ده اللي بيسلب طول الواحد طول اليوم. كان لسه هيتكلم بس هي قطعته. أنا مش هخرج بره ولا هتحرك خطوة واحدة من غير لما تفطر الأول وبعدين تاخد العلاج. وبعدين هو ريحة الفطار ما جرتش ريقك؟ ده أنا اللي عاملاه ريقي جري، وبصراحة بصلك فيه. اتنهد عاصي بضيق ودى وشه الناحية التانية. ابتسمت ليلى وقالت في سرها: مهما كنت قاسي بسبب الظروف يا عاصي، فأنت لسه جواك طفل. قربت منه ليلى وقعدت على الكرسي اللي قدامه. على فكرة يا عاصي، انت المفروض تحمد ربنا ان انت هتفطر من ايدي مش من ايد البت الصفرة اللي بره دي. رفع حاجبه. البت الصفرة دي مين دي؟ انت قصدك على مين؟ انا معرفش اسمها. ليه يعني؟ ليه بتقولي عليها كده؟ بقول عليها كده عشان مش مرتاحة لها. انا لو منك هطردها بره البيت، بس ده لو منك يعني. هو انت جاية هنا عشان تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه، ولا جاية هنا عشان تشوفي شغلك؟ ممكن تسكتي؟ انا مش بحب الصداع الكتير. قشرت ليلى بغيظ وهو مد ايده في الهوا عشان يشوف الاكل فين. مدت ليلى ايدها بالصينية. هو ابتدى ياكل. تحب اساعدك يا عصيبي؟ ليه؟ هو انت مفكرة ان انا مشلول؟ انا بعرف اكل واشوف واروح الحمام من غير مساعدة اي حد على فكرة. انا مش قصدي حاجة، انا قصدي بس ان انا اعرض المساعدة مش اكتر. انا لو كنت اعرف ان انت تتعصب قوي كده ما كنتش قلت حاجة زي كده. ما ردش عليها ورجع يكمل اكله. ايه رأيك في الاكل بقى يا استاذ عاصي؟ حلو مش كده؟ اعترف، احلى من اكل البت الصفر اللي اسمها منة. يا دي منة وسيرتها، ما تطلعها من دماغك بقى وبلاش غل الستات ده. وبعدين الاكل عادي يعني مش واو زي اي حد ما بيعمله. اتغاظت ليلى وبصت على الصينية ولقيته خلص كل الاكل فابتسمت. متشكرين يا عم، متشكرين. كده ما بقاش بقى غير الدواء. اتفضل الدواء اهو. مدت ليلى ايدها بالدواء ليه. هو اخده منها. ايده لمست ايدها غصب عنه. حست ليلى برعشة في جسمها. اما عاصي فحس بحاجة غريبة. انتي مين؟ انا حاسس ان انا اعرفك قبل كده. ما اظنش ان حضرتك كنت عارفني قبل كده. انا هخرج عشان اتابع الغدا، بعد اذنك يا عاصي بيه. خرجت ليلى بره. هو ابتدى يركز من نبرة الصوت يحاول يعرف هي مين. بعد وقت حطت ليلى الغدا على ترابيزة في الجنينة وطلعت ليه. خبطت ليلى على الباب وقالت: الغدا جاهز يا عاصي بيه. انا حطيت الغدا في الجنينة على ما الخدم يهووا الأوضة دي شوية عشان بقت كاتمة قوي بصراحة. قام عاصي من مكانه قرب منها. هي رجعت لورا وهي حاسة بالخوف لا يزعق فيها بسبب اللي عملته، بس اتصدمت لما هو مسك ايدها. انتي ليلى صح؟ انتي ليلى صاحبتي من ايام الثانوية والجامعة صح؟ اتسمرت ليلى في مكانها ما عرفتش تقول ايه. لا مش انا يا عاصي، لو سمحتي سيبني، ما يصحش كده. لا انتي ليلى، انا متأكد من ده. انتي ازاي اختفيتي مرة واحدة كده يا ليلى؟ انتي كنتي فين طول السنين دي كلها؟ ليه مشيتي من حياتي؟ انتي ما تعرفيش انا كنت محتاج لك قد ايه ولسه محتاج لك. برقت ليلى بصدمة. قلبها فضل يدق جامد. أدركت ليلى الوضع اللي هي فيه فزقت وقالت: عاصي عيب كده، ما ينفعش تمسك ايدي كده وما ينفعش تقرب مني بالشكل ده. زمان احنا كنا لسه شباب طايشة، اما دلوقتي احنا كبرنا ولازم يكون في حدود ما بيننا. وكمان انا الحمد لله دلوقتي بقيت منتقبة وبحاول على قد ما اقدر اكون ملتزمة. عندك حق يا ليلى، انا اسف، بس ممكن تقوليلي انت كنت فين كل ده وليه اختفيتي مرة واحدة كده؟ حاضر يا عاصي، هقولك على كل حاجة، بس لما نتغدى الأول. تعالى معايا علشان نتغدى في الجنينة. لا خلينا هنا، أنا مش عايزة أنزل تحت. أنا عرفت إن أنت قافل على نفسك يا عاصي ومش بتخرج برا الأوضة دي وده غلط. لو سمحت تعالى معايا تحت لو ليا خاطر عندك. وافق؟ تمام يا ليلى، أنا موافق وده عشان خاطرك أنتي وبس. نزلوا الاتنين تحت. عاصي ابتدى ياكل. ليلى كانت بتبص عليه وهي حزينة على حاله وحالها، بتفتكر أيام الثانوية والجامعة. أنا خلصت أكل أهو الحمد لله، ممكن بقى تقوليلي كل حاجة؟ حاضر هتكلم، بس مش قبل ما تقولي على كل حاجة. أنا عرفت حاجات من بره وإنها خانتك
الكلام ده صح يا عاصي؟ مرام خانتك؟ ما تجيبليش سيرة الشيطانة دي تاني، دي أقذر واحدة أنا شفتها وقابلتها في حياتي. يا ريتني كنت سمعت كلام بابا الله يرحمه لما قال لي ابعد عنها يا عاصي، مش دي اللي هتنفعك. العمل اللي أنا فيه ده بسببها هي يا ليلى. شهقت ليلى بصدمة. إيه؟ بسببها؟ إزاي؟ أنا اكتشفت إن مرام بتخوني مع صاحبي، كانوا الاتنين في بيتي وبيخونوني. أنا لما اكتشفت ده اتهجمت عليهم، ضربوني في فازة حديد على دماغي، أغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى. الدكتور قال إن أنا فقدت بصري بسبب إن الخبطة كانت شديدة. دموع ليلى نزلت على وشها، هي مش مصدقة اللي هو عايشه. أنا دورت عليهم كتير بس هما هربوا، بس هنتقم، والله لانتقم منهم هما الاتنين. حقك عليا يا عاصي، أنا أسفة عشان أنا ما كنتش جنبك. أنا لو كنت أعرف اللي حصل لك كان زماني رجعت من زمان. أنا كنت محتاجك قوي، انتي عملتي فيا كده؟ ده انتي حتى اختفيتي من غير ما تعرفيني أو تقوليلي انتي رايحة فين. انتي ليه عملتي كده يا ليلى؟ أنا اختفيت من حياتك يا عاصي عشان أنا كنت موجوعة منك. مني أنا؟ ليه؟ أنا عملتلك إيه يا ليلى؟ ما أظنش إن أنا أذيتك في حاجة، ده أنا كنت بخاف عليك من الهوا الطاير. لا أذيتني يا عاصي، انت ما حبتنيش زي ما أنا ما حبيتك. انت حبيت مرام وكنت مبسوط معاها، وعشان كده سبت الدنيا باللي فيها وسافرت العم بره. أنا صحيح بحبك، وأنا أهم حاجة عندي إنك تكون سعيد حتى لو مع غيري، بس ما كنتش هقدر أشوفك معاها. أنا لو كنت أعرف إنها وحشة ما كنت سبتك ليها، كان زماني حاربت عشان تكون معايا أنا. عاصي بصدمة. إيه؟ بتحبيني؟ انت بتتكلمي بجد يا ليلى؟ بتكلم جد. أنا قلت لك على اللي أنا فيه عشان تعرف أنا ليه اختفيت، بس يا ريت نقفل على الموضوع ده وتنسى اللي أنا قلته لك. المهم انت صحتك أخبارها إيه؟ الدكتور قالك في عملية ليك ولا إيه النظام؟ كان عاصي مصدوم من اللي قالته، بس دار عشان هي ما تتحركش. قال في عملية، بس أنا خايف أوي يا ليلى، خايف أعملها وما تنجحش، ساعتها أنا ممكن أروح فيها. لا بإذن الله خير، وبعدين ما تسمحش بخوفك يأثر عليك، الخوف ممكن يضيع فرص كتير في حياتنا يا عاصي. اتكل على الله واعمل العملية. أنا ممكن أعملها بس بشرط يا ليلى، توعديني إنك ما تبعديش عني مهما حصل. حتى لو أنت عايزني أبعد عنك يا عاصي أنا مش هعملها، أنا مش هغلط نفسي غلطة زمان، أنا هفضل جنبك مهما حصل، هفضل ليلى صاحبتك اللي دايما في ظهرك وسندك. ابتسم عاصي وهي قالت أنا هروح أجيب الدواء ليك وجايالك. هز عاصي راسه، هي جابت الدواء. فضلوا يتكلموا مع بعض كتير لحد ما اليوم عدى أسبوعين. ليلى كانت مع عاصي خطوة بخطوة، راحوا الاتنين للدكتور، وبعد ما الدكتور كشف عليه لا هايل يا أستاذ عاصي، في تقدم كبير في حالتك، كده نقدر نحدد وقت العملية. ايه رأيك نعملها آخر الأسبوع؟ ليلى بفرح. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ يعني في تحسن في حالته؟ طب تمام يا دكتور، احنا موافقين على الميعاد. ابتسم عاصي لما حس بفرحة ليلى. طبعا في تحسن كبير لدرجة ان انا كنت مستغرب، اصل انا بتابع حالة عاصي من زمان وما كانش فيه اي تحسن ملحوظ، وده عشان كانت نفسيته وحشة جدا. اما اللي انا ملاحظه دلوقتي ان الحمد لله نفسيته اتحسنت كتير عن الاول. عاصي بابتسامة. انا فعلا نفسيتي اتحسنت كتير عن الاول، وكل ده بفضلها هي يا دكتور، بعد ربنا طبعا. ابتسمت ليلى ومشيوا من عند الدكتور بعد ما أكدوا عليه على ميعاد العملية. ساعتها عاصي اتكلم وقال أنا مبسوط أوي يا ليلى، شكلي كده في أمل كبير في إني أرجع أشوف من تاني. أنا مش مصدق نفسي. لا صدق نفسك يا عاصي، أنت بإذن الله هتشوف من تاني وهتبقى أحسن من الأول كمان. أهم حاجة دلوقتي هو إنك تلتزم بالدواء اللي الدكتور كاتبهولك. شكرا يا ليلى، شكرا على كل حاجة حلوة أنت عملتها لي وبتعمليها معايا. مفيش شكر ما بيننا يا عاصي، أنا أهم حاجة عندي هو إني أشوفك مبسوط وسعيد في حياتك. ابتسم عاصي والأول مرة يحس المشاعر من نوع تاني ناحيتها. ساعتها عاصي بصلها واتكلم وقال هخرج من كل اللي أنا فيه ده يا ليلى وهعوضك عن كل حاجة، بس بعد ما انتقم منهم الأول. بصيت له ليلى بقلق. ما بلاش يا عاصي، فكرة الانتقام دي أنا خايفة عليك قوي لا يحصل فيك حاجة، عشان خاطري يا عاصي بلاش تعمل كده، دول غدارين ممكن يعملوا فيك أي حاجة. انتي خاطرك غالي قوي عندي يا ليلى، بس صدقيني مش هقدر، أنا مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما أشوفهم مذلولين قدامي.
أنا عارفة يا عاصي إن اللي عملوه حاجة صعبة جدا، بس علشان خاطري ما تدخلش نفسك في متاعب. انت لو جرالك حاجة أنا ممكن أروح فيها. ليلى، يا ريت ما تفتحيش كلام في الموضوع ده تاني، لأني مش هتراجع عن قراري. وبعدين ما تقلقيش عليا، أنا عارف أنا بعمل إيه كويس قوي. سكتت ليلى وهي حاسة جواها بالخوف من اللي جاي. رجعوا الاتنين على البيت، ومنى أول ما شافتهم قربت منهم وهي حاسة بالحقد الكبير ناحية ليلى بسبب إنها ملاحظة إنهم بقوا قريبين قوي من بعض. ما لسه كتير يا ست هانم، هو انت سايباني مدعوكة هنا في البيت وكنتي بره؟ اطلعي يلا، اطلعي كملي اللي أنا كنت بعمله. أصل أنا مش الخدامة الوحيدة اللي هنا، عشان أنا اللي أعمل كل حاجة. ساعتها عاصي اتكلم بحدة. انت ازاي تتكلمي معاها بالأسلوب ده؟ تتجننتي ولا ايه؟ الشغل ده شغلك انتي مش شغلها. وبعدين انت قصدك ايه بالكلام اللي انت قلتيه ده؟ ليلى هنا مش خدامة، انت فاهمة؟ اتخفت منى من عصبيته. امال هي هنا بصفتها ايه يا عاصي بيه؟ هي هنا ستك وست البيت. شكل كده ليلى كان عندها حق لما قالت لي انك صفرة واني لازم اطردك. انت مطرودة. منى بصدمة. ايه؟ بتطردني؟ وعشان خاطر دي يا عاصي بيه؟ حضرتك اكيد بتهزر صح؟ وانا كنت اعرفك عشان اهزر معاكي؟ وبعدين ما اسمهاش دي، اسمها ليلى هانم، فاهمة ولا لأ؟ خدي حاجتك واطلعي بره يلا. بصت منى عليهم بغل وخرجت بره. ضحكت ليلى بفرح في قلب غيظ. انت بتضحكي على ايه؟ ما تضحكيني معاكي طيب. انا بضحك عشان انا مبسوطة قوي. اصل انا فرحانة عشان البت الصفرة دي مشيت من هنا. دي كانت حاطة عينها المدورة دي عليك، بس ده عندها، انت عمرك ما هتبص لها. مش كده يا عاصي؟ ابتسم عاصي بخبث. وانت فرحانة قوي كده ليه؟ دي غيرة صح؟ ايه؟ ها؟ غيرة؟ لا طبعا، غيرة ايه؟ انا مش غيرانة عليك، انا بس حاسة انها واحدة مش كويسة، فعشان كده ما كنتش حابة وجودها في القصر. افرض البنت دي اذتك في حاجة لا قدر الله، هتكون انت مبسوط يعني دلوقتي؟ بصي، منى شغالة هنا بقالها سنتين، عمرها ما عملت اي حاجة وحشة. هي اصلا واحدة كويسة جدا وانا برتاح معاها في التعامل. لا والله؟ طب طالما هي حلوة قوي كده طردتها ليها؟ وبعدين تعالى هنا، هو انت كنت بتتعامل معاها كتير على كده بقى؟ اكيد، مش شغالة هنا في القصر ولازم اتعامل مع كله. قلتلي. طب انا هروح اوضتي عشان اتخمت، بعد اذنك يا عاصي. مشيت ليلى بغيظ وهو فضل يضحك عليها. عدت الايام لحد ما جه ميعاد عملية عاصي. لبس عاصي لبس العمليات وقال بخوف: ليلى، انا خايف قوي، خايف اخرج من العملية الاقيها فشلت. انا حاطط كل املي على العملية دي، انا لو ما فتحتش تاني ممكن اروح فيها. ما تقلقش يا عاصي، كل حاجة هتكون بخير بإذن الله. أهم حاجة تدعي ربنا وبإذن الله كل حاجة هتكون بخير. انت عارفة يا ليلى، عارفة انت ايه أكتر حاجة نفسي أشوفها بعد ما أرجع أفتح تاني؟ انت يا ليلى. ابتسمت ليلى وقلبها كان بيدق بسرعة، بيدق من الخوف عليه. هتشوفني يا عاصي، هتشوفني بإذن الله. أنا هقرأ قرآن بإذن الله طول ما انت في العملية، وأهدعي لك ربنا يغفر بخاطرك. ليلى، قبل ما أدخل العمليات أنا عايز أقولك حاجة مهمة جدا. ايه هي يا عاصي؟ ليلى أنا بحبك. بريت ليلى بصدمة، وعاصي شاور بإيده عشان يمشوا بيه، فعملوا كده ودخل العمليات. بصت ليلى عليه بحزن. يا رب، يا رب أكبر بخاطره وبخاطري يا رب، يا رب العملية ترجع ويرجع أحسن من الأول. قعدت ليلى على الكرسي، افتكرت الكلمة اللي قالها فقالت: هو يقصد إيه؟ أكيد يقصد إنه بيحبني كصحاب مش أكتر. اتنهدت بحزن وابتدت تقرأ له القرآن وتدعي له. عدى الوقت، كان خرج عاصي من العمليات أخيرا. جرت ليلى على الدكتور: طمني عليا يا دكتور، بالله عليك طمني، العملية أخبارها إيه؟ ابتسم الدكتور وقال: العملية نجحت الحمد لله، وبنسبة 99% نظره هيرجع له. ليلى بفرح: أنت بتتكلم بجد يا دكتور؟ طب أقدر أدخله إمتى؟ كمان شوية تقدري تدخلي له، هو هيفوق من المنك كمان ساعتين بإذن الله. مشي الدكتور. ليلى كانت مبسوطة قوي. دخلت ليلى ليه وقعدت قدامه، فضلت تبص لملامحه بحب. انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه، ما تعرفش يا عاصي، انت الراجل الوحيد اللي انا حبيته. يا ريت ما كانت الشيطانة دي ظهرت في حياتنا، يا ريتني كنت حاولت عشان زمان يا عاصي، يا ريت. فضلت تتأمل فيه لحد ما عاصي ابتدى يفوق. عاصي بتعب: ليلى، انت فين يا ليلى؟ انا هنا جنبك، انت بخير، طمني عليك. ابتسم وقال: أنا كنت متأكد إن أول لما فوق هتكوني جنبي.
أنا كويس، ما تقلقيش عليا. أنا هخرج أنادي للدكتور وجايلك بسرعة. خرجت ليلى بره، وبعد شوية جاته معاها الدكتور. الحمد لله على سلامتك يا بطل. أنا عايزة أطمنك وأقولك إن العملية نجحت بإذن الله. بجد يا دكتور؟ طب أنا هشيل البتاع اللي على عيني دي إمتى؟ ينفع أشيلها دلوقتي؟ لا لا لا، اصبر على بالليل لحد ما عينك تاخد على اللي حصل فيها. هو أنا لسه هستنى بالليل يا دكتور؟ اصبر يا عاصي، كمان ساعتين 3 كده وهتشيلهم. انت صبرت كتير قوي، ما جاتش على الكام ساعة دول. عندك حق يا ليلى. تمام يا دكتور، شكرا على مجهودك. ابتسم الدكتور ومشي. وعاصي قال: نفسي بقى أشيلها وأشوفك يا ليلى. هانت يا عاصي. انت أكيد جعان صح؟ تحب أجيب لك إيه؟ لا 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 لا، أنا مش جعان، ما تجيبيش حاجة، خليكي جنبي وبس. ليلى، هو أنا ممكن أمسك إيدك؟ لا يا عاصي، حرام. حرام أصلا إن أنا بعمله ده، بس غصب عني، مش قادرة أسيبك. اوعي تبعدي عني مهما حصل يا ليلى. انت اللي رجعتي لي الأمل لحياتي من تاني، وبعدين قريب بإذن الله هيكون كل حاجة حلال. ليلى باستغراب: انت تقصد ايه يا عاصي؟ ما ردتش عليها عاصي. بقولك يا ليلى، ما تحكي لي كل اللي حصل معاكي وانت بعيدة عني. عملتي ايه هناك؟ عشتي ازاي؟ عمك كان بيعاملك ازاي؟ ابتدت ليلى تحكي له عن كل حاجة لحد ما الوقت عدى. دخل الدكتور: ها يا بطل، مستعد ان احنا نشيل الغمامة دي من على عينك؟ انا مستعد من ساعة ما فوت يا دكتور. ابتسم محمد وقرب منه. كانت ليلى حاطة ايدها على قلبها من الخوف. شال محمد الشاشة من على عينه. فتح عيونك ببطء وقول لي انت شايف ايه. عمل عاصي اللي قال عليه، وبعد ما فتح عينه بالكامل قالت ليلى: هيا يا عاصي، طمني، انت شايف حاجة ولا لأ؟ انا شايف يا ليلى، شايف. انا مش مصدق نفسي، انا شايفك وشايف الدكتور وشايف كل حاجة. بجد؟ بتتكلم جد يا عاصي؟ ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ألف مبروك يا بطل. أنا هفحص عيونك علشان لو في حاجة أعالجها. ابتدى الدكتور يفحص عيونه، وبعدها قال: الحمد لله، كل حاجة تمام، بس هوصف لك قطرة تحطها كل يوم صبح وبالليل لمدة أسبوعين. اتفقنا؟ طبعا طبعا يا دكتور، اتفقنا. خرج الدكتور بره، وعاصي قال: ايه بتعيطي ليه يا ليلى؟ أنا بعيط من كتر الفرح يا عاصي، أنا بجد مش عارفة أقول إيه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك أبدا. بقولك إيه يا ليلى، ما تشيلي النقاب ده بالله عليكي، أنا عايزة أشوف وشك. أنت في حاجة في دماغك؟ اتلمي يا عاصي. بس أنا عاصي بغيظ وهي ضحكت عليه. أنا هخرج أجيب حاجة تشربها وجاية على طول. نزلت ليلى لكافيتيريا المستشفى، بس ما لقيتش حاجة عجبتها، فقررت إنها تخرج لبره. جابت عصير من السوبر ماركت وكانت لسه هتدخل، بس اتصدمت لما عربية وقفت قدامها وخطفتها ومشيت بسرعة. عدى الوقت، عاصي قلق على ليلى. هي ليلى اتأخرت كده ليه؟ سمع عاصي صوت الموبايل بتاعه وهو بيرن، فرد باستغراب بسبب إنه رقم غريب. ألو، مين معايا؟ والله عدى وقت كبير قوي يا عاصي. اتكلم عاصي بصدمة. أنت؟ أيوة أنا، صديقك الصدوق يا صاحبي. أحب أقولك إن حبيبة القلب معانا، شوية وهتسمع خبرها وحصرك عليها يا عاصي. دق قلب عاصي من كتر الرعب. ليلى؟ أقسم بالله يا كريم لو جيت جنب ليلى أو حطيت صباعك عليها لخلص عليك بإيدي، فاهم ولا لأ؟ ضحك كريم باستفزاز وقفل في وشه. فقال عاصي بعصبية: والله ما أرحمك أنت ولا هي. اللي فات كنت حاجة تانية، ودلوقتي أنا حاجة تانية. قام عاصي من على السرير رغم تعبه، واتصل بقريبه اللي بيشتغل في الداخلية وهيخليه يتتبع اللوكيشن من خلال الرقم اللي كلمه. وعند ليلى، كانت ليلى بتبص حواليها بخوف. انتوا يلي هنا، انتوا خاطفيني ليه؟ انتوا مين؟ دخلت مرام الأوضة وهي بتقول: يا أهلا وسهلا بصاحبة جوزي. أوبس، قصدي طليقي، أصل أنا لسه ما اتطلقتش منه. ليلى بصدمة: هو انتي خطفتيني ليه؟ وليه عملتي كده في عاصي؟ ده كان بيحبك، ليه تأذيه بالشكل ده وتخونيه مع صاحب عمره؟ ضحكتيني والله. أحب إيه؟ أنا عمري في حياتي ما حبيته، أنا طول عمري بحب فلوسه وبس. واحدة مقرفة، انتي واحدة شطانة، أنا ما كنتش متخيلة إنك بالجبروت ده. أنا هسيبك تقولي اللي تقوليه براحتك، مش عشان أنا قلبي طيب، لأ، عشان انتي كلها شوية وهتودعي يا حلوة. انتي قصدك إيه؟ قصدي هنخلص عليكي. أصل كريم حبيبي بيكره حبيب القلب بتاعك قوي، وبما إنكم قريبين من بعض فقرر إنه يحصروا عليكي.
حست ليلى بالخوف، حاولت إنها تفك الحبل من عليها عشان تحاول تهرب بس ما عرفتش. انسي تهربي، أصل أنا ربطكي كويس كويس قوي. دخل كريم وهو ماسك في إيده الفرفر بتاعه، وأخيرا جت فرصة تاني إن أقدر أدمر عاصي بيها. ليلى اتكلمت بعصبية. انتوا عايزين منه ايه؟ ليه بتعملوا فيه كده؟ مش كفاية اللي انتوا عملتوه فيه؟ عايزين منه ايه تاني؟ عايزة أدمره أكتر. انت ما تعرفيش أنا بكرهه قد ايه. طول عمره أحسن مني في كل حاجة، وأي حاجة نفسه فيها بياخدها. أنا بكرهه. دخل عاصي ومعاه الشرطة. وأنا كمان بكرهك أوي يا كريم. انتوا الاتنين أحقر من بعض، أحقر اتنين قابلتهم في حياتي. يا ريتني ما كنت عرفتكم، يا ريتني ما كنت دخلتكم في حياتي. أنا كنت مغفل أوي يا كريم، مغفل لدرجة إن أنا من كتر حبي فيك ما كنتش بقدر أصاحب حد تاني غيرك. وانت يا شطانة، أنا معرفش إزاي حبيت واحدة بالقذارة والدناءة بتاعتك دي. انتوا الاتنين أزبل من بعض. اتصدموا الاتنين، وكريم رفع الفرفر ناحية ليلى. خلصتي كلامك؟ انت كنت دايما سابقني بخطوة يا عاصي، بس المرة دي أنا مش هسيبك تكسب. أنا زي ما دمرتك زمان هدمرك دلوقتي. صحيح انت قمت من على رجلك تاني، بس أنا متأكد إن المرة دي مش هتقوم منها. ضغط كريم والطلقة جت في جسم ليلى. صرخ عاصي باسمها وجري عليها. الشرطة قبضت على كريم ومرام. عاصي بدموع: لا يا ليلى، اوعي تسيبيني بالله عليكي. ليلى ردي عليا يا ليلى. ابتسم كريم بشماتة، ومرام فضلت تقول: ابعدوا عني، أنا ما عملتش حاجة. كريم هو اللي خطط لكل ده. أنا ماليش دعوة بأي حاجة، سيبوني، ابعدوا عني. بص كريم عليها بسخرية، والظابط قال بحدة: انت تخلصي خالص، أنا مش عايزة أسمع صوت حد فيكم. خرجوهم على بره يلا وحطوهم في البوكس. شدتهم العساكر اللي بره. مرام كانت بتحاول تقاوم بس ما عرفتش. ليلى اتكلمت بتعب وقالت: أنا بحبك يا عاصي، عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك. اوعدني لو حصل لي حاجة تعيش حياتك يا عاصي. لو بتعزني ما توقفش حياتك عليا. غمضت ليلى عيونها وهو قال: لا يا ليلى، ما تقفليش عيونك. لا، أنا بحبك، أنا كمان والله بحبك، ومش هقدر أعيش لحظة واحدة من غيرك. انتي لو جرالك حاجة يا ليلى أنا ممكن أروح فيها. فك عاصي الحبل من عليها وشالها وراح بيها لأقرب مستشفى. دخلت ليلى أوضة العمليات، وعاصي قعد على الأرض وابتدى يعيط: يا رب ما تخليني أخسرها يا رب، أنا بحبها قوي وما أقدرش أعيش من غيرها. عدى الوقت، الدكتور خرج من أوضة العمليات فجري عاصي عليه: ليلى أخبارها إيه يا دكتور؟ بالله عليك طمني عليها. ما تقلقش يا ابني، الحمد لله عدت على الخير، والطلقة كانت بعيدة شوية عن القلب وقدرنا نلحقها. هي ساعة وهتفوق بإذن الله. مش الدكتور من قدامه عاصي قلب فرح: حمدك يا رب، الحمد لله يا رب. اتنقلت ليلى الأوضة عادية، وعاصي دخل ليها وقعد جنبها. فضل عاصي يتأمل ملامحها بحب، بس خد باله إنها منتقبة وما ينفعش يبص لها، فسأل الممرضة عن النقاب. جابته وهو حطه على وشها. فضل مستنيها تفوق. عدى وقت وليلى فتحت عيونها. أنا فين؟ الحمد لله على السلامة يا ليلى، الحمد لله إنها عدت على خير، الحمد لله. ابتدى يعيط. إيه ده؟ طب بتعيط يا عاصي؟ بعيط عشان كنت خايفة أخسرك يا ليلى. انت ما تعرفيش أنا بحبك قد إيه. بتحبني كصديقة بس يا عاصي، صح؟ لا يا ليلى، أنا بحبك كحبيبة. أنت تقصد إيه يا عاصي؟ أنت تقصد اللي أنا فهمته؟ ولا أنا دماغي اللي ودتني لحتة بعيد؟ لا، دماغك ما ودتكيش لبعيد ولا حاجة، هي ودتك للحتة الصح. أنا بحبك أوي يا ليلى، تتجوزيني يا ليلى؟ أنت بتتكلم بجد يا عاصي؟ يعني أنا فهمت صح؟ لا، أنا مش مصدقة نفسي. عاصي أنت متأكد إن أنت بتتكلم بجد؟ بتكلم جد، دي أكتر لحظة بتكلم فيها بجد. أنا بحبك أوي يا ليلى، بحبك لدرجة إن ما أقدرش أتخيل حياتي من غيرك. أنت كنت طوق النجاة ليا، كنت شعاع النور الوحيد اللي في حياتي. أنت ما تعرفيش أنا حبيتك قد إيه يا ليلى. أنا وقعت في غرامك. ها يا ليلى، موافقة عليا؟ أنا مش مصدقة إن أخيرا الحاجة الوحيدة اللي كنت بتمناها اتحققت. طبعا موافقة عليك يا عاصي، بحبك أوي. أنت أكتر حد في الدنيا دي أنا بحبه، وأنا بعشقك. أوعدك إن أخليكي أسعد حد في الدنيا يا نبض الروح. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة
يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد، واستنونا الحكاية الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.